عسلامة، نهار جديد ووصفة جديدة واقتراحي اليوم دبارة صفاقسية باش نعملوا مع بعضنا حلالم صفاقسي مختلف على الحلالم التونسي الجيري. اليوم باش نعملوا حلالم صفاقسي كما قلت. الوصفة هذه تنجم تكون اقتصادية 100% ونستغنيو على أي مكون زايد، كما نجموا نعملوها بالكروفيت ولا بالمرقاز ولا بالقديد. تو نقول لكم في قدم الفيديو التفاصيل. وأول حاجة باش نستحقوها، باش نستحقوا طرف عجين. خذيت 400 غرام فرينة، مغرفة صغيرة ملح، عملت حفرة في الوسط، مغرفة صغيرة خميرة خبز مليانة شوية، مع مغرفة صغيرة سكر. تو باش نعجنوا العجينه نتاعنا بالماء الدافي ونخليوها حتى يتضاعف الحجم نتاعها. الوصفه هذه تنجموا تعملوها في الدار كما عملت انا اليوم، كما تنجموا تمشيوا للكوشه للمخبزه وتاخذوا باجيت نيه، يعني تاخذوا طرف عجين باجيت وهو اللي تستعملوها. وفي الغالب هيك نعملوا احنا باش من يعني باش نستعجلوا، هذا نحب نقول. وتنجموا زيادة تعجنوا العجينه نتاعكم بالسميد الرطب عوض الفرينه. العجينه كما شفتوها بلا الزيت، نعجنها شويه وباش وتقعد هكا شده روحها شويه، ماهيش طريه برشا، يعني عجنتها شويه حتى تتجانس ونغطيها ونخليها حتى يتضاعف الحجم نتاعها. بما اني انا اليوم اخترت اني نعمل الوصفه نتاعي بالكروفيت، وابن حلال مجاني بالحق جاب الكروفيت. راهو الحلال كما قلنا نجموا نعملوه بالمرقاز، نجموا نعملوه بالقديد، نجموا نستغنيو على القديد جمله ونعملوها بلا حتى شيء. المفيد البنه نتاعو في التقليه. وهذه شويه الكروفيت اللي تشوفوا فيهم زادوا عطاو بنه على بنه بالحق. اللي متوفر عنده الكروفيت ننصحوا اليوم يعملوا عشاه بالحق، حاجه ولا اروع. ايش عملت انا؟ عندي كميه نتاع كروفيت كما شفتوا، نحاول لهنا ننظفها كمرحله اولى، نحي القشره البرانيه الكل ونخليها في طنجره، والدخلاني نخليه في صحف على جنب، ومن بعد باش نطيب به. بالنسبه للكركاس هذاك اللي قاعده تويكا نحي فيه، هو اللي باش نخليه يتصمت، مش باش يتصمت جست باش يهز الغلوه، هو اللي باش نمرق به في مرحله قادمه. تفهموني؟ خذيت كعيبات خليتهم بقشرتهم، من بعد في مرحله قادمه باش نسوتيهم باللول باش يعطيونا بنه. والكعيبات اللي باش نطيبوهم نكملوا نحيوا لهم هذاك الزوائد وهذاك الاوساخ اللي موجودين في السلسول نتاعهم. به نعاود نقول اللي في الطنجره رميته على الغاز باش يهز الغلوه، جست تلقاو هكا الكركاس تبدل اللون نتاعو، بدا هكا يخرج الريحه. طفيوا الغاز مع شويه ملح، ما تنساوش، خاطر هو اللي باش نمرق به في مرحله قادمه. نعاود المعلومات باش تفهموني، ومن بعد نوريكم كيفاش نخدموا بالضبط. به وبالنسبه للكروفيت بالطبيعه من فوق هذاك السلسول ولا الظهر نتاعها لازمنا نحيو منه الاوساخ، نتبعوا بالكعيبه نشقوها بالطريقه هذه. ومن بعد كيف نشللوهم هما هذيك الاوساخ الكل هما مش يتنحاو، يعني نثبتوا احنا كيف نشللوها بالماء تتنحى جميع الاوساخ. هذه هي المرحله اللي عملناها. وتوا باش نمشيو نحضروا التقليه. احنا نقولوا التقليه علاش تقليه؟ خاطر التقليه اللي باش نعملوها يعني تقليه اللي باش نعملوها احنا تويكا هي اعتبار التقليه نتاع المريقه الصفاقسيه، نفس البدايه كيفها بالضبط، مش نفس البدايه كيفها بالضبط، جست من بعد كيف مش تهز غلوه انا باش نعمل فيها الحلالم. وفي المريقه الصفاقسيه نرميو فيها كعيبات الحوت وبعدين نسقيو بها الكسكسي. تو نقول لكم كيفاش. خذيت طنجره دفيت فيها شويه زيت، خذيت راس بصل قصيته رونديل جويد، خليته يتسوى شويه، وشفتوا ذاك الماء نتاع الكروفيت هكا هز الغلوه نتاعو ولونه بدا يتبدل وطلع الريحه. البصل ماذا بينا يتذبل، راهو الغاز ماهوش عالي برشا باش ما يتحرقوش المكونات. في المرحله هذه هذوك كعيبات الكروفيت اللي بالقشره خليتهم يتساتيو شويه كما قلت باش يخرج الطعم البنين. ومن بعدين كيف نقدم زيدا نجمو ناكلوهم يعني مع الحلالم هكاك مسوتين بنان، وبطبيعتهم مع طعم البصل. راني الملح ما عملتش على خاطر وقت اللي هما في الصحفه من الاول رشيت شويه ملح، وكيف هيك الطنجره اللي فيها الماء نتاع الكروفيت خليت شويه ملح. ما نعرفش شفتوا انتم انا ما قلتش. باهي شفتوا البصل عمال يزيد يتذبل. تو شنو باش نعملوا؟ التقليه الصفاقسيه هكا راهو، يعني انا قاعده نعملها كيما تعلمناها من جدود. باش تقولوا لي فلفل احمر يتحرق ولا حاجه، راه هذه هي السر نتاع البنه. شنو كيفاش نعمل؟ مغرفه فلفل احمر مليانه نرميها في ذاك الزيت سخونه، ما مش الزيت صاهد يعني مش سخون برشا. هكا نحاول نقليها شويه ونصب شويه ماء. اذا كان فما صوت راكم سمعتوا كيفاش تشتش، انه تشتش وطلعت الريحه نتاع الفلفل الاحمر، هذيك سر البنه نتاع المريقه الصفاقسيه. عملت زوز قرينات فلفل خاطر طويل برشا، ما عملتش برشا، وشقيتهم وعملت لهم شويه ملح، كعيبه طماطم باش تنقص الحده نتاع طعم الطماطم الحكه، وخذيت تقريبا 4 سنون ثوم مع ملعقه من الكمون مليانه شويه، ملعقه صغيره مليانه شويه، مع هرستهم الباهي، زدت ملعقه من
طماطم معجونه وزدت فلفل اكحل وباش نزيد كركم. وهذه هي التقليه نتاعنا. كما شفتوا راه النار ماهيش عاليه. لهنا مش نعمل، مش نبدا نزلق في الماء بشويه بشويه، مانيش باش نمرق ديريكت. لازم المكونات هذوما يطيبوا وهما ما فيهمش برشا ما، يعني حاجتي بها هذيك الصوص اعتباره. خليتها تتقلى شويه، الماء ديما نزلقه كما قلت. زدت شويه من ماء الكروفيت باش يعطي الطعم، خاطر احنا بعدين باش نهزوا شويه تقليه، يعني باش نخليوها في صحن ونقدموها باش تقعد فيها طعم الكروفيت. به كما قلت الملح زدته في الاخر الخاطر الفلفل مملح. الفلفل شقيته وملحته، الكروفيت من الاول مملح، الماء نتاع الكروفيت مملح، هذيك علاش ما زدتش من الاول الا ما ذقتها وشفت ايش لازمها بالضبط. ندور دوره هكا ونحركها، النار ماهيش عاليه، لازمني هكا انا ماذا بيا نذوقها باش نتاكد باللي المكونات الكلها طابت، خاطر ما تنساوش ما فيهاش برشا ماء. والفلفل بدا هكا دوب اللي يذبل، البصل ذاب ساهي. توا باش نهز شويه تقليه، نقولوا احنا هكذا نهزوا شويه تقليه يعني تقليه. باه نهزوا شويه على جنب، من بعد ناكلوها بالخبز عادي. وما تبقى باش نمرقوا بكميه الماء نتاع الكروفيت هذيك، خاطر هي اللي تطلع البنه 100%. ما تنساوش الكروفيت ما فيهاش روح، مش نزيدوها في الاخر بالكل. ديك علاش ماذا بينا نستغلوا الفرصه انه عندنا هذيك الكركاس نتاع الكروفيت فيه القوه الكل. كملت بالماء خاطر شويه هذيك الماء نتاع الكروفيت، كملت بالماء العادي وخليتها تطيب والا تهز الغلوه نتاعها. ما بين غلا تقريبا ربع ساعه والا درجين نمشي انا للعجينه نتاعي. نتخلص من الغازات اللي تكونت. ولهنا في العاده احنا نقولوا نحلموا الحلالم، يعني نقطعوا الحلالم طريفات ولا نقطعوا العجين طريفات فوق الغاز. يعني احنا طنجره تغلي واحنا نقصوا فيه بيدينا. لهنا طريقه اسهل اني هنا ناخذ اي اداه تنجم تكون دائريه وحجمها ماهوش كبير، وبالاستعانه بشويه فرينه. ماذا بينا نرشوا الفرينه، خاطر الفرينه هي من بعد اللي مش تحط لنا المرق نتاعنا هكا خاطر شويه. كما قلنا راهو حلالم مختلف، ما هيش مرق جاري يعني. به لهنا قصيتهم كما شفتوا هكا اسهل. نحلو بالقلقال الجويد، ما نسيوش راهي فيها خميره قد ما نصغروا قد ما باهي. انا بالنسبه لي اليوم اللي احنا في دارنا يعني من حياه ماما يرحمها كنا نعملوها الحليله كبيره شويه مش صغيره. تحبوا انتم تصغروها اكثر تنجموا. ايش عملت؟ خليت طريف بالكل من العجين مش نحلو في الماء، خليته هكيك على جنب ومن بعد يتحل باش نزيدوا في الاخر بالكل باش يولي لي هكا حسا، خاطر هو اعتباره على حسا ولا حسو. به راهو الالفاظ تختلف من ولايه لاخرى. به لهنا كيما شفتوا هز الغلوه نتاعو. انا نقصت شويه الغاز باش خاطر قعدت نعمل في الحلالم. به ورجعنا لهنا. شوفوا العجين انا بالرغم اللي قصيته صغير حسيته كبير، خاطر مش يزيد يكبر بالسخانه، وكيف مش يطيب باش يزيد يكبر. وليت كل طرف عاود قصيته على زوز هكا اسهل لي برشا. وهكايا يجيو تقريبا الطريفات الكل قد باش نبدا نرمي بالطريف هذا اللي هو اللي نقولوا نحلموا في الحلالم. به نرمي بالطريف ونخليه يهز غلوته. وقولوا لي انتم منين تتبعوني بالضبط، شنو هي الولايه اللي تتبعوني منها، وقولوا لي اسكو طيبوه ولا. واذا كان ما طيبوهاش بالحق انا نستدعاكم باش تطيبوه، ما نجمش نستدعاكم باش تذوقوها خاطر ماذا بيا نستدعاكم، اما نستدعاكم بالحق باش تجربوا الوصفه. حتى بلاش كروفيت عملوه في ذيك التقليه، تعملوا من الاول شويه شنو باش نقول، تعملوا كما قلت شويه قديد، والا تنجموا تعملوا المرقاز من الاول زياده تسوتيوها شويه يخرج الطعم نتاعو وتهزوها على جنب وتزيدوها في الاخر نفس الطريقه. ما فما حتى اختلاف. وبالكمون راهو ما تبداوش تخمموا باش به. وفما شكون باش ما ننساش، فما شكون يعملوا بالتبلو كرويه مش بالكمون. هكاك يختلف من عائله لاخرى، لا اكثر ولا اقل. مش ما يجيش بالكمون والا ما يجيش تبلو كرويه. به كما شفتوا الحليله مقعد يغلي شويه، كل درجين انا نرجع نعمل المرحله اللي بعدها. درجين الحليله مطاب تقريبا، يعني عيبات الحليله هذوك طابوا. مشيت رميت الكروفيت كيف درجين اخرين خاطر ما فيهش روح. رجعت له الكروفيت طابت. شنو عملت تويكا هذيك شويه العجين ماني حليته في الماء باش نصبه في الاخر باش يتختخ القوام ويخليه لي هكا خاطر شويه اعتباره حسو. والبنه والحروريه والحاجه ولا اروع نودكم ونشهيكم به. كما لاحظتوا فما شويه طروف من العجين، خليه يغلي شويه لخاطر باش نقدرناش ديك العجينه نيه اللي زدتها في الاخر. وماذا بينا نحلوها اكثر، يعني نحلوها بالباهي باش تولي لنا فرينه محلوله في الماء. به سينو تنجموا تحلوا شويه سميد في الماء والا شويه فرينه في الماء، مش بالضروره بالعجينه. واخر لمسه نعملوا احنا شويه بالكل من نعناع، اللمسه الاخيره، وتطلع البنه والريحه ونودكم ولا نشهيكم. هكا كملنا وصفة اليوم. ما بقى لي كان باش نقدمها وتقدم هكا مع هذيك الصحن التقليه كما قلت. جبت شويه المالح اللي عندي وعشت جو الشتاء، خاطر بالحق احنا نعملوها راه في الصيف
والاكثريه في الصيف نعملوه بدون حتى شيء، بدون اضافات، ونزيدوه هكاك عباد سردينه مقليين ولا مقليين. واليوم بالحق حسيت الطقس هكا مغيم وقلت جو الشتاء محلاه. هكا كملت وصفة اليوم. كان عجبتكم وعجبكم الاقتراح ما تنساونيش في قلب صغير.